العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس إسحاق هورقي يضع حجر الأساس لسفارة إريتريا في إثيوبيا. حاكم الإقليم الأوسط يلتقي سكان سرجقة. فرع الثروة البحرية في الأوسط ينظم ورشة عمل حول إدارة المعرفة. الصين وروسيا وإيران تجريان تدريبات بحرية مشتركة. بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد. وقارة إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء في الاجتماع الذي عقده لسكان مديرية سرجقة في 24 من ديسمبر لتعزيز المشاركة الشعبية في برامج التنمية لعام 2020. وقال أن مرحلة السلام الراهنة والأوضاع الدبلوماسية الجيدة على المستويين الإقليمي والقاري تتطلب العمل المضاعف من الشعب في المجالات التنموية. وذكر مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبل مسكال قرص حوالي 295 ألف من شتول الأشجار في مساحة 64 هكتار، مؤكدا ثقته المشاركة القوية للمواطنين في برامج التنمية الجارية. وأوضح عن تطعيم 82% من سكان المديرية ضد مرض السحائي في البرنامج الذي نفذ في شهر نوفمبر الماضي، داعيا لرفع الوعي الصحي والاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. وطالب الاجتماع لحل مشكلة المواصلات والإسراع لتوزيع الأراضي والاهتمام بالمدارس التي لا يوجد لديها سور. نظم فرع الثروة البحرية في الإقليم الأوسط ورشة عمل في 25 من ديسمبر الجاري بمنطقة مايسروة، شارك فيها مسؤولو قسم الزراعة والأراضي والمياه والأراضي ومدراء المديريات وأعضاء الفرع في الإقليم، تركزت حول إدارة المعرفة. وقال مسؤول الفرع في الإقليم الأوسط السيد ياسو تكو أن الهدف من الورشة هو تقديم توضيح مفصل للشركاء حول أنشطة مشروع فرع لتنمية الأسماك في السدود والمياه العذبة وتطوراته، حيث يسير مشروع تنمية الأسماك في المياه العذبة بخطى جيدة. وقدم في المناسبة توضيحا مفصلا حول مشروع تنمية الأسماك في المياه العذبة والمستوى الذي بلغه، وأوضاع السدود في الإقليم والزراعة المائية وكذلك تلوث المياه. ويهدف المشروع لتوفير الأسماك للمواطنين القاطنين بعيدا عن سواحل البحر. وقد بدأ المشروع في العام 1994 بجلب الأسماك من دول الخارج. وقد قربت أنواع الأسماك الأربع النامية في 33 سدا بالإقليم، خاصة في سدي ماي نفحي وعد شاخة إلى مرحلة الإنتاج. ويوصل فرع المواطنين للاستفادة من الأسماك النامية في سدودهم مدركين أهمية الأسماك. في الختام، تفقد المشاركون في الورشة مركز أبحاث إنتاج الأسماك في المياه العذبة بمنطقة مايسروة. وتشير تقارير مشروع تنمية الأسماك في المياه العذبة بأن الفرع يعمل لاستفادة حوالي 1875 أسرة في المناطق النائية من تلك الأسماك، حيث تم صيد 983 كيلو من سد ماي نفحي. تتواصل في مديرية تسنية عملية التطعيم ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين ألف من 15 وحتى 30 من ديسمبر الجاري. وأوضح مسؤول الصحة العامة في المديرية السيد قبره والتخسته أن أنشطة التوعية الصحية المسبقة في الضواحي ساعد لتسيير جيد للعملية الجارية فيها أكثر من 80 نقطة تطعيم، حيث تم حتى الآن تطعيم أكثر من 50 ألف مواطن من جملة 70 ألف مواطن من عمر السنة وحتى 30 سنة، إلى جانب تقديم فيتامين ألف للأطفال دون سن الخامسة. وأشار الكادر الصحي إلى أن عملية التطعيم تنفذ بتنسيق كافة المؤسسات المعنية. وأشاد المواطنون بتفاني الكادر الصحي. قام الليتويين المقيمون في ألمانيا وجنوب السودان وهولندا بأنشطة وطنية. وأفادت المعلومات الواردة بأن أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدن بيلفيلد
وفوبرتال ومونشن جلادباخ وكريفيلد ودولسدورف وكيلن بشمال ألمانيا قيموا أنشطتهم في اجتماع عقدوه في مدينة كيلن في 15 من ديسمبر. وقدم مسؤول الإعلام في السفارة اللاتفية في ألمانيا السيد تخلول باسي توضيحا في الاجتماع عن الأوضاع الراهنة في البلاد والقرن الأفريقي ومناخ السلام في المنطقة. وقدم في الاجتماع تقريرا عن الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمجموعات الجبهة في شمال ألمانيا السفلى. كما قدم مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في السفارة اللاتفية تقريرا عن أنشطة عام 2019. ووجهت في الاجتماع دعوة لمشاركة المواطنين في الاستثمار الذي مهدته الحكومة اللاتفية لإحلال العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. كما قيم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة هانوفر الألمانية أنشطتهم السنوية. من جهة أخرى عقد اللاتفيون في جوبا بجنوب السودان ندوة حوار يومي 22 من ديسمبر حول أنشطة السفارة وأوضاعهم المعيشية وتأطيرهم الوطني والتعرف على مشاكلهم وحلها. وحصل المجتمعون على الإجابات من السفير يوهانس تخل ميكائيل وآخرين عن الأسئلة والاستفسارات التي ناقشوها. من ناحية ثانية احتفل اللاتفيون في مدينتي أمستردام ونوتردام الهولندية بيوم المعاقين. وأوضح قنصل لاتفيا في هولندا السيد سلومون محفتاب قدم توضيحا في الاجتماعين عن الدعم المستمر للمعاقين. وألقى عضو جمعية معاقي الحرب السيد كنفة جبريسوس والسيد تيدروس هايليه كلمة للجمعية. دعا السفير تسفى ميكائيل جراحة الشباب في السيمينار الذي عقدوه في كلية حمل الزراعية للعب دورهم لجعل لاتفيا دولة اقتصادية مزدهرة ومتقدمة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاتصال وغيرها من المجالات مستفيدين من الفرص الواسعة المتاحة. وذكر السفير تسفى ميكائيل في السيمينار الذي عقده في 24 من ديسمبر الحالي للطلاب وأعضاء كلية حمل الزراعية وكذلك أعضاء قوات الدفاع بأن الجهود الجارية لتطوير علاقة حسن الجوار والتنمية المستدامة والتعاون والاشتراك في محيطنا ومنطقتنا والعالم أجمع، مشيرا إلى تنفيذ مطالب وطننا بتقوية وحدتنا مدركين ذلك. وناشد سعادة الشباب للتمتع بالوعي العالي وتعزيز تأطيرهم وترابطهم لتنفيذ رؤاهم، وشدد على أن الاستمرارية في تأمين برامج التنمية والإعمار بالحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية والمرحلة الآنية يحمل الشباب أمانة رزينة ومسؤولية كبيرة. من جهتهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناء أهمها القيام بمتابعة جادة بما يساعد تفانيهم في المؤسسات التي يعملون فيها وكذا تقييمها والدفع بالعلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي. سيداتي سادتي، وقفة صغيرة ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قالت وزارة الدفاع الصينية أن الصين وإيران وروسيا ستجري مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران وواشنطن. وقال وو تشيان المتحدث باسم الوزارة أن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بالصواريخ موجهة إلى التدريبات التي تتواصل من 27 إلى 30 من ديسمبر الحالي، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث. وتأتي المناورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتزايدت التوترات منذ العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع 6 دول وإعادته فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها بعد عدة هجمات في مايو ويونيو الماضي على سفن تجارية دولية في الخليج ألقت بالمسؤولية فيها على إيران، ونفت طهران ذلك. أكدت بكين أنها تعارض بشدة القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد، بعدما نددت به في وقت سابق معتبرة أنه يعد تدخلا في شؤونها الداخلية.
ويمنع قانون إقرار الدفاع الوطني الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي استخدام الأموال الفيدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة هواويل عملاقة للاتصالات. ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي تواصلت نحو عامين من خلال اتفاق تجاري في مرحلته الأولى تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات. شنت طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي قارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي ضرها السلاح الجوي الإسرائيلي مجمعات عسكرية تابعة لحماس وصفتها إسرائيل بأهداف إرهابية. وتأتي تلك التطورات بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقال بيان للجيش الإسرائيلي أن حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه وهي تتحمل عواقب الأعمال التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل. وختاما في هذه النشرة، تجمعت حشود في عدد من الدول الآسيوية لمشاهدة كسوف حلقي للشمس يعرف باسم حلقة النار. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة. وتابع سكان العديد من الدول من بينها السعودية وسلطنة عمان وإندونيسيا والهند وسريلانكا تلك الظاهرة. ويمكن عادة رؤية كسوف للشمس من الأرض مرتين كل عام، ويحدث ذلك حين تكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر. وحدث كسوف للشمس في 2 يوليو الماضي وكان مرئيا في أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن يحدث كسوف كلي للشمس في 14 ديسمبر من عام 2020، ويمكن رؤيته في كافة أنحاء جنوب تشيلي والأرجنتين وجنوب قرب أفريقيا ومن القارة القطبية الجنوبية. وصلنا إلى نقطة الختام، ودمتم في أمان الله وحفظه.